السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ طبعا انا عندي مشكله كبيره، يا ريت تسمعوها. والمشكله ديت يعني بحق، ومش لاقيه لها مش لاقيه لها يعني مخرج غير انتوا ان شاء الله، او حد يقف جنبي باذن الله. الاول اشكر قناه الفارس. هو لما سمع الشكوى بتاعتي انا قلت وبعت قناتي على فكره الكبيره، اللي هي قناه ليلى واحفادها، اضطريت ابيعها بثمن رخيص قوي عشان اسد حاجه عليا. فلما قلت له انا بعت القناه وعايزه اعمل قناه، فهو لما سمع شكوتي فراح عامل لي بس مشكور مشكور، يعني ربنا يخليه ويكرمه، واقف جنبي من غير اي حاجه. ربنا يكرمك يا رب يا استاذ فارس، ويصلح حالك يا ابني. بصوا يا جماعه، انا يمكن قلتها بس عند الفارس وطلعت على المنصه معاه، فارجو اللي يسمع ده بحق لا اله الا الله، بحق اله الا الله تقفوا جنبي، اللي يقدر على حاجه يعملها معايا. وطبعا انا مش عايزه اي حاجه في ايدي، دي كلها مستندات وبنوك هترفع على بنتي قضايا. يعني انتوا عارفين البنك المركزي يعني ايه، يعني مش لعبه. واللي عايز يعني يكون من جهة حد يروح بإيده يعمل، أي حد يقدر على حاجة. لأن بنتي أنا هقول لكم، بنتي ضمنت واحدة، فهي كانت غلطانة لما جت ضمنتها، مضت للست اللي هي عطتها الفلوس 3 وصولات أمينة. طبعا هي خدت منها 160 ألف جنيه. طبعا عشان احنا الست ديت سافرت، ماشي سافرت الكويت، سافرت معلش سافرت اللهم صل على النبي، اللهم ذكرني يا رب، سافرت على قطر، لا مش قطر، تعليم سنة. سافرت على تركيا، سافرت على تركيا، مشيت على تركيا. وطبعا انا كانوا بيسالوا مين؟ بيسالوا الضامنه. فطبعا انا ما كنتش اعرف الحكايه دي، لما جيت بقيت الطم واصوت وكده. هو فالضامن طبعا دافع، فعشان ادفع اضطريت اجيب من ايه، من بنوك كتير، من رجال اعمال، من تسهيل، من امان، من اسكارد اسمه الريفي، كل دوت موجود معايا باوراقه. يعني كل دوت لو حد عايز ان هو يعرف الاماكن دي كلها فين، انا اروح عند الاماكن واطلعها لكم على الشاشه. بس انا برجو منكم اللي يقدر يساعدني يساعدني، لان هي هتتسجن. طبعا القروض احنا مش قادرين ندفعها. لو ناس عارفه يعني ايه القروض اللي بالبنوك ديت، ال10 بيبقوا ب14، يعني زاد عليا ضعف المبلغ. وان هي بتدفع مثلا لو جبت 10 بدفع عليهم 1200 1300، فاصبح عليا بدفع مبلغ كبير في الشهر. فانا بقى جيت دلوقتي مش لاقيه ان انا ادفع، احنا فضلنا ندفع بقروض بقروض لان ظروفنا احنا وحشه، وما معيش حاجه بيعها. يعني لو معايا حاجه بيعها معناش. يعني هي كان والدهم بالكانسر، كان عنده مرض الكانسر، وباعوا شقتهم عشان بنتي باعت شقتها جزء منها عشان خاطر ان هي تعالجه، وجزء التاني راح، يعني راح برضو في المصاريف الحاجة. فأرجو منكم بالله عليكم، بالله عليكم، لو أي حد يقدر يساعدني يبقى ربنا يكرمه ويجعله في ميزان حسناته، يجعله في ميزان حسناته يا رب. ومش عايزة حاجة غير ان انا اسد ديني وانام على مخدتي مرتاحة، لان هي معاها عيال. ولو بنك واحد من دول رفع عليا قضية، البنوك كلها هترفع، يعني مش هتبقى قضية واحدة، هتبقى كذا قضية. فأرجو منكم تقفوا معايا. حتى القناة ديت مش متفعلة، يعني أنا القناة ديت مش متفعلة، يعني ما فيهاش ولا سوبر شات ولا أي حاجة. فأرجو منكم بالله عليكم، أستحلفكم بالله، اللي يقدر على حاجة يعملها معايا، الله يكرمكم. ولو عايزين أي مستندات، أنا مش بكتب، مش شيكات، دي بنوك، وانتوا عارفين يعني ايه بنك مركزي ممكن يحجز. فكل بترجى كل اللي يسمع الحكايه ديت، لو عايز ينوب حد يروح يسال مكاني، عايز ياخد اسمها، عايز ياخد اسمنا، لان انا عامله واختها عامله وهي عامله، وكلنا ضامنين بعض. يعني هي ضامن متضامن، ضامن متضامن، عشان أنا كنت اقدر اسدد ال3 وصولات. لان ال3 وصولات دول كان لو اترفع واحد منهم كان بمقام اللي احنا جبناه اضعاف اضعافه. فيا ريت بالله عليكم، بالله عليكم تساعدوني فيها، بستحلفكم بالله.